عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. طبعا بنتابع معاكم كل التطورات بالنسبة لمسار مترو أبو قير. احنا هنا معاكم عند محطة ميامي. ده آخر حدود محطة ميامي بالنسبة انت وجاي من سيدي بشر، هيبقى دي آخر حدود محطة ميامي. ده الكاميرا، ده آخر عمود معمول أو مصبوب في الحتة دي. الحته اللي هناك دي كلها هتبقى محطه ميامي، اللي هو السور بتاع راسكم ده كله. تمام. تعالوا نشوف اخر التطورات بالنسبه لتركيب الكاميرات ما بين محطه ميامي ومحطه العصافره. ادي زي ما احنا شايفين اهو كده، احنا بنسيب محطه ميامي ورايحين ناحيه العصافره. تمام. هنشوف تركيب الكاميرات وصل لغايه فين. طبعا هم بدأوا تركيب الكاميرات اعلى نفق 45، وادي زي ما احنا شايفين اهو. هنا ادي كده 2 4 6 8، فاضل هنا 8 كاميرات عشان يوصلوا لحدود محطة ميامي. الكاميرا اهو بادئ معانا بعد كده زي ما احنا شايفين اهو. احنا كده رايحين على 45. تمام. طبعا قبل كده كنا غطينا معاكم تصوير بالنسبة للكاميرات في المحطة في المسار ما بين محطة سيدي بشر ومحطة ميامي. كانوا بعد كده ركبوا في المسار ما بين المندرة والعصافرة، ودلوقتي بيركبوا في المسار ما بين ميامي والعصافرة. ادي اهو زي ما احنا شايفين، ادي الكاميرات راكبة فوق. طبعا اول ما بدأوا كنا عاملين لنا فيديو قبل كده. اول ما بدأوا فوق نفق 45. دلوقتي هم شغالين في الاتجاه اللي نازل ناحية محطة ميامي، فابتدوا يقربوا خلاص من محطة ميامي زي ما احنا شفنا. دي الكاميرات اللي ركبت اهي، ودي كده محطة ميامي. فاضل بتاع حوالي 8 كاميرات يركبوا، وبعد كده كمان هم شغالين في الاتجاه برضو ناحية محطة العصافرة. نشوف معاكم احنا وماشيين. ادي الاتجاه ناحية محطة العصافرة. احنا داخلين كده على 45. المسار بدأ يبان. ادي المسار اهو بدأ يبان ما بين محطة ميامي ومحطة العصافرة. احنا ماشيين معاكم اهو في الاتجاه بتاع محطة العصافرة. ابتدينا معاكم من اول الفيديو من عند محطة ميامي، رايحين معاكم لغاية محطة العصافرة. طبعا تم تجهيز الأعمدة دي كلها وصب كل القواعد على الأعمدة. قبل كده كنا اتكلمنا على القواعد اللي بتتصب، اللي هي المكعبات السوداء اللي احنا شايفينها دي، بيتم صبها وعشان يتم ترسية الكاميرا عليها. زي ما احنا شايفين اهو، دي القواعد السوداء اللي هي المربعات اللي احنا شايفينها دي اللي بيتم وضع الكاميرات عليها. تمام. صورنا قبل كده برضه في فيديوهات سابقه واتكلمنا عن موضوع القواعد اللي بيتم صبها على الاعمده. ادي فاضل هنا كاميرتين، هم تقريبا برضه كده هينزلوا ناحيه العصافره، يعني هيبقى في نفس الوقت زي ما عملوا في المندرة والعصافرة. كانوا شغالين من ناحية العصافرة وناحية المندرة، هنا برضو شغالين من ناحية العصافرة وميامي، يعني شغالين من ناحيتين. ادي الفجر، اسف، الفجر بتيجي هنا الكاميرات بتركب فوق الأعمدة. ادي الأوناش اللي بترفعها. قبل كده كنا عملنا معاكم فيديو عن الكاميرات في الفجر لما بتيجي، كان فيديو لحظات التركيب بتاعة الكاميرات فوق الأعمدة. وادي القواعد اللي احنا بنتكلم عليها زي ما احنا شايفين اهي.
دي خلاص تم تجهيزها عشان يتم تركيب الكاميرات اللي هتيجي في الفجر عليها. زي ما احنا قلنا قبل كده بتيجي الكاميرات في الفجر وبتركب خلاص، فمعظم الاعمده خلاص تعتبر انتهت اهي، وبالتالي هنشوف المسار قريب بالنسبه لتركيب الكاميرات في المسار ما بين ميامي والعصافرة. ادي زي ما احنا شايفين ده كان اخر تركيب للكاميرات. هنشوف برضو في فيديوهات بعد كده لما نشوف تكملة بقية المسار. اتمنى نكون بنقدم لكم كل جديد على قناتكم معلومة ريفيو، تابعونا هتلاقوا عندنا ان شاء الله كل جديد. بنعمل ريفيوهات عن اماكن ومحلات في اماكن داخل اسكندريه وخارج اسكندريه، والمشروع الاهم في اسكندريه هو مشروع مترو اسكندريه. تابعونا. وعندنا برضه فوازير في الوقت الحالي بنعملها كل يوم الساعه 9 بالليل، بنعمل فوازير باسم معلومه وفزوره. تقدروا تخشوا تتفرجوا عليها وتحلوها. معانا جوائز في اخر الشهر ان شاء الله. تجمعوا 30 حلقه او 30 حل، تكتبوه لنا على الواتساب او تكتبوه على ورقه وتصوروه لنا وتبعتوه لنا على الواتساب، وان شاء الله هيبقى فيه سحب بعد العيد. نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جايه كتير، وان شاء الله نكون بنقدم لكم كل جديد وكل مفيد. السلام عليكم ورحمه الله.